السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي ديال اليوتيوب؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. توحشتوني ولا لا؟ انا بعدا توحشتكم وتوحشت نهضر مع خواتاتي ديال اليوتيوب. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم كويرات ديال السرديل كيجيو كيحمق بطريقتي، كيجي بنين. اما التعليكه يا سلام. يلا تشوفوا معايا المقادير، ودائما طريقه التحضير سهله جدا. بالنسبه للمقادير كنحتاج واحد الكميه ديال السردين. شديت السردين قسمته على جوج، النص درتو كويرات، حيت منه الجلده، وهكا كيف ما كتشوفوا راه موضح في الفيديو. النص الاخر خليته المره اخرى ان شاء الله نقليه. هنا البنات انا طحنته في هذه الماكينه اليدويه، كيف ما والدينا كانوا كيديروهم في ديك الاله ديال المطيشه، عرفتوها، حتى تما ما كيجيش معجن، كيبقى هكا مطحون زوين. كيف ما كتشوفوا كنبقى ناخذ الكميه بكميه بكميه حتى كنطحن كلشي. هاد الاله هادي طحنت فيها الربيع، داكشي علاش كيبان لكم الربيع تما. صافي كنبقى يعني انا نطحن وانا عيني ميزاني، ما كنبغيش انا يجي بحال هكا مطحون بزاف، كنبغي شي شويه شاد راسو باش ما يجينيش هكا معجن بزاف. صافي كيف ما كتشوفوا بقيت يعني كنطحن حتى ساليت الكميه كامله. بقاو معايا حتى ان شاء الله نسالي الكميه، ومن بعد غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا العطريه اللي غادي نتبل بها هاد الكفته. اول حاجه كنحتاجو الثوم، قزبر ومعدنوس، البصله والفلفله من الاحسن تكون حمراء، ما كانتش عندي. كناخذ واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس، كندير الثومه على حسب الكميه، درت انا تقريبا شي 3 دريوس. درت شي شويه ديال الكمون، ما كثروش الكمون البنات باش ما يحرش، معلقه صغيره ديال القزبر كارم، معلقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، وشي شويه ديال الخرقوم. يعني الحوت البنات ما تنديروش فيه سكينجبير، ما كيجيش فيه زوين، والكمون ما تكثروش، تديروا غير شي شويه. والزعتر البنات، الزعتر كيعطي مذاق رائع للحوت، وراه كيف ما كتشوفوا راه مزيان المعده مخير لينا. وانا البنات عندي العطريه ديال الحوت، كانت عندكم ضيفوها، ما كانتش بلاش. صافي من بعد كندير هكا قطرات ديال الحامض كنعصرو. البنات اللي عندكم الهريسه ديروها، انا كانت عندي هاد الصلصه هادي خديتها من ليدل، صلصه حاره وكتجي بنينه، كتعطي واحد المذاق رائع لهاد السرديل هذا. من بعد كندير واحد هكاك تقريبا شي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. البنات انا كندير الرز، الوالده الله يرحمها كانت كعلمتني بالرز. كاين اللي كيسلقوا، انا ما كان حنا ما كنسلقوش، كنديروه بحال هكا، وكندير الملح على حسب الذوق. صافي كنبقى نعجن ضروري البنات، ما نعجنوا هذا الخليط مزيان مزيان مزيان. ومن الاحسن البنات قبل ما تكوروه ديروه في الثلاجه. من بعد غادي نمشي نصايبوا مطيشه او الصلصه ديالنا باش كنرافقوها. غناخذ المقيله ديالي، سمحوا لي على التصوير لاني كنسجل بايد وكان خدامه بايد. كندير مقله، كندير زيت الزيتون، كنزيد عليها البصله. البنات اللي ما دايرش ما عمره ما جرب البصله في السردين يجربها، واللي مجربها راه عارف المذاق كيفاش كيجي رائع. كنشحر البصله والفلفله، اللي عندكم الفلافل الملونه ديروهم كيجيو غزالين. ومن بعد غادي نزيد الطوماط. من الاحسن البنات الا كانت مطيشه هكا ديال الدار غادي تجي الماكله بنينه وصحيه اكثر الصراحه. انا ما كانتش متوفره عندي، درت غير الصلصه ديال المطيشه، نفس العطريه او التوابل اللي درت في السردين غنديرهم في مطيشه. شويه ديال الكمون، شويه التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال عفوا شنو هي هذيك مشات ليا الزعتر، عصيت سيدنا موسى، و العطريه ديال الحوت والقزبر ومعدنوس كيجيو كيحمقوا. المهم القزبر مدقوق، هو انا دابا عاد تفكرت وزيت الزيتون كنشحرو مزيان. هكا هاد لاصوص طوماط والفلافل كنشحروهم مزيان، وكنزيدوا عليهم واحد شويه ديال الصلصه. البنات انا ما كانش عندي الهريسه، ولا ديروا السودانيه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. وكندير واحد نص كاس ديال الماء ضروري البنات باش كيطيب ليا هاد لاصوص كطيب مزيان. انا البنات راه كنت درت هاد لاصوص ومشيت خرجت ديتو لداسي، وعاد جيت صايبت الكفته. صافي بالنسبه للكفته البنات كنشدها كنكورها. البنات قد ما الا جاتكم شويه خفيفه، راني بينت لكم قبيله كنديروا شويه د لا شابلور او الخبز المحمص كنديروا شويه باش تجمع لينا. صافي كنبقى هكا نكملهم حتى كنسالي الكويرات ديالي بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنرميهم. كانت البنات معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، ماشي ضروريه، نقول لكم راه ماشي ضروريه، ولكن الا كانت عندكم ضيفوها كتعطينا شويه ديال الحموريه. صافي كنرمي هكايا الكويرات ديالي وحده على وحده على اختها حتى كنسالي. البنات الا عندكم البطاطا، انا حيت رافقتها ببطاطا مسلوقه، الا كانت عندكم البطاطا بغيتو ديروها ديروا، يعني ديروا كفيته بطاطا كفيته بطاطا كتجي زوينه، كتجي ديك الصوينيه منظمه وفيها ديك البطاطا كتجي بنينه بالكفته ديال السردين. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نخلي هادشي كلشي، وغادي نضيف الفليفله. يعني كيف ما قلت لكم ضيفوا داكشي اللي بغيتو اللي موجود عندكم في البيت. انا ضفت هكا الفلافل.
الا كانت عندكم كيف ما قلت لكم الحمراء والصفراء كيجي زوينه، وحتى في المنظر كيجي زوين وكيعطيها هكا منظر زوين. صافي من بعد كنزيد الزيتون، انا كيحمقني الزيتون. صافي من بعد كندير واحد الطريف ديال الحامض مصير، وشويه طريف هكا الحامض اخر عادي، وكندير شنو هي هذيك فلفله فلفله حاره، وكندير شويه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق ضروري البنات. صافي من بعد كنسد عليها بنات راه بالزربه كطيب تقريبا كاع شي 20 دقيقه ما كاملاش كتوجد ليا. كنغطيها هكا بشي بالغطاء ديال المقيله ديالي. ممكن البنات ديروا الطاجين، انا مع كنت البنات خارجه كيف ما قلت لكم ما درتش الطاجين، درت غير المقيله. شوفوا البنات كتجي كتحمق وواحد المذاق رائع، غير جربوها البنات بالبصله راه كيجي زوين بزاف. في اخر المطاف كنزيد شويه الكمون البنات، ضروري كنزيد هكا كويمينه بالاخص الا كان كاين شي كويمين بلدي كيعطي واحد الريحه كتجي كتنوني زوين بزاف. وكنزيد القزبر ومعدنوس، وها هو الطبق ديالي واجد. انا كيف ما قلت لكم وضروري مزيت الزيتون، انا كيحمقني زيت العود ضروري في اخر المطاف ديال الماكله. رافقته مع بطاطا مسلوقه البنات بالصحه والعافيه. كنتمنىكم تجربوا وما تبخلوش عليه بالبارطاج، وراكم نسيتوني بارطاجيو شويه القناه ديالنا الله يرضي عليكم. ولا فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.